وإذا رجل على كرسي من حديد، وإذا حدث الناس عنده كتاب قديم جابه من فارس أو من الشام اسمه قصص دانيال، مثل قصص ألف ليلة وليلة والزير سالم، كلام الفاضي هذا وشمس العلوم. فدخل عمر قال: ما هذا؟ قال: هذا كتاب دانيال أتيت به من الشام. الآن نزل وحي من السماء، نزل الكتاب، نحن نقص عليك أحسن القصص، الله نزل أحسن الحديث. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم. المواعظ عندنا والقصص والرواية والأمثال والحكم والبراهين. فأخذ عمر رضي الله عنه فنزله من رأسه من هنا كذا، هو لا عاد يضرب الواحد، يمسكه أول المسكة الأولى كذا، بعدين يوطيه في الأرض، بعدين يحطه على ظهره، بعدين يحط ركبته على صدره، ثم يضربه بالدرة حتى يغمى عليه، ثم يفيق يقول: أصبحنا وأصبح الملك لله. نعم. قال: يا عدو نفسه، الله يقول نحن نقص عليك أحسن القصص وأنت تقص علينا. فدبغوا في المسجد. قال: تتوب؟ قال: أتوب إلى الله. قال: ولا تحدث؟ ولا أحدث. قال: الله يحرق الكتاب. فذهبوا بهذا الكتاب الخرافي خزعبلات، مثل الرواية التي يسموها قصص مسلية، عندنا قصص مسلية. ترى أنا قرأت سيرة عمر رضي الله عنه أنه سمع أناس على شراب، فتسلق من درجة رضي الله عنه ودخل عليهم في البيت. قال رجل: يا أمير المؤمنين، تجسست علينا ودخلت بلا إذن، والله سترنا وأنت ما سترتنا. قال عمر: استغفر الله وأتوب إليه. ثم خرج وصعد ونزل. قال: ثم حاكمهم واستدعاهم، ذكروا وهم في خلوة في بيت. يعني مر عمر يسمع الصياح ويسمع الرقص، تعرف السكران يجيب أغاني علوم ويجيب دواهي. فأتى تسلق عمر رضي الله عنه يريد يأمن الدولة ويأمن العاصمة وما كان ينام رضي الله عنه. فلما أتى لهذا السكران واقف، باقي معه لحشة عقل شوي. قال: يا أمير المؤمنين، تسلقت علينا وتجسست علينا ولم تدخل الباب. الفقيه ما شاء الله تجسس. وبعدين فصل عمر. قال: يسوع حجب نسائك. وخرجت سودة مرة زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: عرفناك يا سودة في الليل. يقول عمر: صح، علشان يحرجها. فنزل الحجاب. كيف يقول الله سبحانه وتعالى: يومئذ لا يسأل عن ذنب إنس ولا جان. مع العلم قال: فكيفهم إنهم مسؤولون. قالوا: ما نقدر نجمع. فكتب جيش إلى عمر: عندنا صبيغ بن عسل يقول كذا وكذا. قال: أرسله علي على جمل وزوده كل يوم رغيف حتى يأتي. تفهم معه. وجاء صبيغ بن عسل وأخذه رضي الله عنه ووجه به القبلة وبرك على صدره وضربه فزال الشيطان، وبعد ما أغمي عليه استفاق وفتح عينه. قال: أصبحنا وأصبح الملك لله. قال: وتوب؟ قال: وتوب. قال: كيف وجدت نفسك بعد الضرب؟ قال: خرج والله وسواس الشيطان من رأسي. هذا علاج ما يصرف إلا من صيدلية عمر بن الخطاب رضي الله عنه. تعالج، أعطاه علاج، أذهب الداء والحمد لله، وبرئ وشفي بإذن الواحد الأحد. هذا توحيد المنهج الصحيح. قال عمر: فتح باب حرية الرأي. من وين هاي؟ ما علمنا أحدا يمنع القيل والقال والتنطع والمقال كعمر بن الخطاب رضي الله عنه. جاءه رجل يقص هؤلاء الأحبار، قال له: يا أمير المؤمنين، والذاريات ذروة. ما الذاريات ذروة؟ قال له: انتظر. وأتى بالعراجين اللي هي خشب النخل والجريد وجلده وضربه. حرية رأي.
دخل انتهى من الخضروات حاسبهم وجلد بالعصا وأدبهم، ودخل عند اللحوم وضربهم على رؤوسهم، واللي غش، وعند المال واللي زيف الدراهم والدنانير، واللي لبس في التمر الآن في قسم اللبن السوق. وإذا في عجوز قالت كثر الماء حتى يكثر، قالت أخشى عمر يدري، قالت ما يدري عمر، قالت ورب عمر، تقول هي. فدخل عمر قال العجوز ما خفتي الله، ما تخافين الله؟ ان في احد الجلسه كان هو الصحابه قاعدين، فاحد الرجال مدح رجل من الصحابه. نعم. فقام عمر وضرب الممدوح بعصا صغيره، فقال له ليه ما ضربتني؟ قال خفت عليك ان تعجبك نفسك فيدخل الكبر في نفسك فتدخل النار، فأردت ان اضع من نفسك. نعم. قال له مقاله جميله انه كان يقول من مدح رجل فقد ذبحه. نعم. لأنه لما يمدحه تعجبه نفسه فينقطع عمله فقد ذبحه عن الآخرة. نعم جزاكم الله خير. اتفضل. مهم جدا ان احنا يعني نفرق ما بين التواضع واللي هو الاذلال. نعم. لان يعني في موقف طبعا لسيدنا عمر بن الخطاب ان هو راى مره رجل يمشي ويتمثل التواضع فضربه بالدره وقال له لا تمت علينا ديننا. الله. فيعني جميل. مهم جدا ان التواضع يبقى موجود، بس اهم حاجه ان احنا ما نخليش التواضع ده هو يبقى يقلل من شأننا كمسلمين. لا، احنا عمر بن الخطاب يجري على النبي، يا رسول الله، الرسول عايز ماذا تريد يا عمر؟ يا رسول الله ألست رسول الله؟ انت مش رسول؟ ألست رسول الله؟ ألست المسلمين؟ أليسوا المشركين؟ لما نعطي الدنية في ديننا يا رسول الله؟ هو لما بقى الموضوع دم واحد هيدفع دمنا ثمن دمه، خلاص نبيع القضية. تخيل عمر بيقول للنبي ايه؟ عمر قال للنبي كلام يدل ان عمر ما كانش واعي هو بيقول ايه. عمر يا جماعة كان وصل لدرجة من الانفعال مش قادر. يا رسول الله لما نعطي الدنية؟ حد يقول للنبي لما نعطي الدنية؟ النبي يعطي الدنية. يقول حتى أن عمر رضي الله عنه كما يقول الحافظ في الفتح، يقول عمر رضي الله عنه لما كتب النبي هذه الشروط ما شككت إلا في ذاك اليوم، لأنهم خرجوا وقد أخبرهم نبيهم صلى الله عليه وسلم أنه رأى في المنام أنه يطوف بالبيت ويحلق رأسه وينحر بدنه صلى الله عليه وسلم، ففرح أصحاب النبي وأيقنوا أن رؤية رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حق. فلما صدوا عن البيت شك عمر، يقول ما شككت إلا في ذاك اليوم أين ما أخبرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذهب إليه عمر يقول يا رسول الله ألست رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال بلى. قال ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ قال بلى. قال فلم نعطي الدنية في ديننا يا رسول الله؟ قال أنا رسوله ولا أعصي الله أبدا والله ناصري. فيقول يا رسول الله، عمر يقول أمير المؤمنين للنبي يا رسول الله ألم تخبرنا أن نطوف بالبيت ونحلق وننحر؟ فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبرتكم، لكن هل أنا أخبرتك أننا نطوف به هذا العام؟ فإنا مطوفون به. يا رسول الله، يا رسول الله، ولما بقى الموضوع ثمنه دمنا تراجعنا يا رسول الله.
الرسول عليه السلام يصبره، يقول له يا رسول الله ألم تخبرنا أن آتينا البيت الحرام ومطوفين به؟ احنا مش قلت لها هتطوف حوالين البيت الحرام يا رسول الله؟ الرسول يقول له أو أخبرتك أنه العام؟ لا، فإنك آتيه ومطوف به. عمر هيتجنن يا جماعة. هل طلع عمر على الشروط؟ قال يا رسول الله أنحن على الحق؟ قال نعم على الحق. قال هم على الباطل؟ قال على الباطل. قال فلما نقبل الدنية في ديننا؟ ثم ذهب إلى أبي بكر قال الرسول صلى الله عليه وسلم أنا رسول الله ولن يضيعني ربي. ذهب إلى أبي بكر في الخيمة قال يا أبا بكر نحن على الحق؟ قال نعم. قال هم على الباطل؟ قال هم على الباطل. قال فلما نقبل الدنية؟ قال أبو بكر كان أحرف وأعلم وأخشى. قال أبو بكر الزم غرزة الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول خلك مع ركابه، خلك معه في طاعته. يا رسول الله عايزين نخش بالقوة نحاربهم ونخش نعمل عمرة، والنبي مش عايز يخش. اصبروا. وسيدنا عمر الخطاب غضبان، ليه بنعطي الدنية في ديننا يا رسول الله؟ ليه نتنازل؟ والنبي يقول له يا عمر إني رسول الله وإن الله لن يضيعني. خليك كويس يا عمر. في وسط الكلام ده كله النبي اتفق على العهد خلاص، نرجع ومش هندخل. فالصحابة بقى تعبانين. فالنبي صلى الله عليه وسلم عايز يقول لهم انتوا خدتوا ثواب العمرة خلاص، قوموا احلقوا شعركم كويس. مش انت اخر حاجة في العمرة بتعمل ايه؟ بتحلق، تتحلل. قوموا تحللوا العمرة اتحسبت. وهم عايزين ايه؟ احنا عايزين ندخل. فقال النبي قوموا فتحللوا فلم يرد احد. يا نهار ابيض، النبي يؤمر والصحابة مش راضيين يقوموا. قوموا فتحللوا، محدش بيرد، كله قاعد مكانه كأنه النبي مش بيكلمه. ثالث مرة قوموا فتحللوا، محدش بيرد. بس كان الإسلام غالي عليهم، هو غلط بس شوف قد ايه الدين غالي عليهم وقد ايه عزة الإسلام غالي عليهم. يقوم يدخل النبي بيته، فكان معاه مين في الصفرة دي؟ أم سلمة أمنا هتنقذ المسلمين كلهم. فقال هلك الناس ضاعوا. النبي بيؤمر وبيقوم ما بيردوش، ما بيسمعوش الكلام. هلك الناس. فأعطاه سيدنا عمر شهادة لولا علي لهلك عمر. سيدنا عمر الخطاب واقف قدام الناس، واقف على المنبر وبيخطب، بيقول أيها الناس من اليوم أنا أصدرت قرار جديد، من اليوم لا تزيدوا في مهور النساء على 40 أوقية. ما حدش يزود في مهر الستات، على أي واحدة بتتجوز مهرها ما يزيدش عن 40 أوقية. مش عايزين نزود المهور بالشكل الفظيع ده، ما حدش يزود على 40 أوقية. فسمع صوت يصرخ من آخر المسجد، واحدة ست بتقول له إيه؟ ليس لك هذا، مش من حقك تعمل كده. فالرد الطبيعي هيكون ايه؟ يعني مونتاج زي ما انا كنت هعمل هنا. فاذا عمر الخطاب يقول ولما؟ يعني طب قولي لي ليه ما ينفعش اقول كده؟ قالت انا سمعت قول الله عز وجل واذا اتيتم احداهن قنطارا فلا تاخذوا منه شيئا اتاخذونه بؤتانا واثما مبينا؟ لو اتيتم احداهن قنطارا لا تاخذوا منهن شيئا. فقال بمنتهى البساطة وهو واقف على المنبر وكل الناس بيبصوا ايه ده الست رجعته، طب دي قالت له آية فنظر وقال نعم أصابت المرأة وأخطأ عمر، مش عيب أبدا، أنت صح وأنا غلط. ده الرجالة سيدنا عمر بالحوار مع الآخر وقف لنا أحكاما كثيرة عظيمة.
وهل يمكن أن ينتهي هذا الحوار عند هذا الموقف؟ لا. سيدنا عمر هو أول من غير التاريخ وأسس لنا تاريخ، هو أول من جمعنا على صلاة التراويح، هو أول من قال أمام بعض الصحابة الذين قالوا بالمتعة أن من قام بالمتعة رجم. هو أول من أقام الدواوين، هو أول، ولكن كيف فعل ذلك؟ فعلها ديكتاتورية حينما منع قطع اليد في حد السرقة. إنها أحكام قامت في عهد سيدنا عمر على حوار مع الآخر. لو تأملت معي عدم إقامة عمر رضي الله عنه لإقامة حد السرقة في عام الرمادة، هل تجد دليلا في الكتاب والسنة ينص على مثل هذا الأمر الذي اتخذه عمر رضي الله عنه؟ هل تجد نصا يقول إذا وقعت مجاعة فلا تقيموا حد قطع يد السارق؟ هل يوجد نص هكذا؟ لا يوجد نص، لكن توجد قواعد عامة. ليس لأحد الحق مطلقا أن يوقف حد من حدود الله أبدا. ليس لأحد الحق مطلقا أن يوقف حد من حدود الله أبدا. كان رئيسا لمجلس الشعب في يوم من الأيام يقول لا بديل عن الربا، ده العنوان، لا بديل عن الربا. ليه؟ الدنيا والبنوك ومتشابكة العملية وما تقدرش تستغنى عن البنوك ودخلت الدنيا في بعضها، فلا بديل عن الربا. قياسا هو ده الشاهد بقى على ما فعله عمر بن الخطاب لما عطل حد السرقة في أيام الرمادة. احنا كمان بنعطل الكلام عن الربا زي عمر عطل الحد. تغير، ويا ريت كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه عايش معانا لغاية دلوقتي، الذي في آية المؤلفة قلوبهم السهم اللي كان بيوزع، ودي آية صريحة وواضحة، ولم تقل سهم المؤلفة قلوبهم يتلغي في وقت كذا، ولكن جرأة عمر بن الخطاب وفهمه الصحيح للإسلام وأن الأحكام تتغير بتغير الظروف، مش كمان نمسك في حديث، لا ده كانت آية واضحة تماما، وألغي سهم المؤلفة قلوبهم. وفي أدلة كتير جدا جدا اتكلم عنها عبد المنعم النمري واتكلم عنها الشيخ الغزالي
نعم. وكثيرين في مسألة تغير الأحوال. هذا كتاب البداية والنهاية للحافظ ابن كثير الدمشقي المتوفى سنة 774 للهجرة. هذا المجلد الرابع مطبوع في دار الكتب العلمية بيروت سنة 1421 هجرية. في الجزء السابع في الصحيفة 88 يقول الحافظ ابن كثير: وقد روينا أن عمر عس المدينة ذات ليلة عام الرمادة فلم يجد أحدا يضحك ولا يتحدث الناس في منازلهم على العادة، ولم ير سائلا يسأل، فسأل عن سبب ذلك فقيل له: يا أمير المؤمنين، إن السؤال سألوا فلم يعطوا فقطعوا السؤال، والناس في هم وضيق فهم لا يتحدثون ولا يضحكون. فكتب عمر إلى أبي موسى بالبصرة أن يا غوثاه لأمة محمد، وكتب إلى عمرو بن العاص بمصر أن يا غوثاه لأمة محمد، فبعث إليه كل واحد منهما بقافلة عظيمة تحمل البر وسائر الأطعمات. هذا والحمد لله رب العالمين.
فأتى أبو هريرة فجمع نفسه ومعه الحذاء وخرج. يوم طلع من المزرعة وإذا عمر واقف، قالوا بشرك يا أبا حفص إن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه حذاءه. بكر يعني بياخذ يد عند عمر، عمر بيقول جزاك الله خير مشكور على هذا. قال بشرك الرسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلني وبشر الناس وهذه حذاؤه أن من يشهد لا إله إلا الله وأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الجنة. فاقترب عمر منه بيده ثنتين وهو واقف أبو هريرة، فضربه في صدره فإذا أبو هريرة على ظهره على قفاه وإذا رجوله مرتفعة أرفع من رأسه. قال هذا لفظ صحيح مسلم ترى، فذهب يبكي. أخبره قال علي بعمر أتى، قال يا عمر تضربه؟ قال يا رسول الله أخشى أن يخبر الناس فيتكلوا. لما تولى الخلافة بقت الناس بتقول ايه؟ بدأت الناس تقول يعني كان شديد ورسول الله حي، ثم صار أشد وأبو بكر هو الخليفة، فكيف به وقد صار هو الخليفة؟ هيعمل فينا ايه؟ ده هو كان فاكرين أيام النبي كان شديد ازاي؟ فاكرين أيام أبو بكر ده كان أشد من أيام النبي، فما بالكم لما بقى هو الخليفة هيعمل فينا ايه؟ فبدأت الناس تخاف من سيدنا عمر. أم إيبان بنت عتبة. أم إيبان بنت عتبة ست عجيبة جدا. الست دي اتقدم لها اتنين، كل واحد فيهم ما يعرفش ان التاني متقدم، عمر بن الخطاب وطلحة بن عبيد الله. فهي لما جت تختار عمر بن الخطاب أمير المؤمنين وطلحة بن عبيد الله راجل عادي، فاختارت مين؟ فاختارت طلحة بن عبيد الله، ما رضتش تتجوز عمر بن الخطاب. تخيل أمير المؤمنين متقدم لها، فقيل لها ولما؟ فقالت ذلك رجل باع دنياه واختار آخرته، والله كلما رأيته كأنه ينظر إلى الله بعينيه، كأنه شايف ربنا بعينيه طول ما هو بيتحرك. هذا رجل لا أستقيم أنا مع أنا مش قوي كده، بعيد ده برضه إيه، أشوف في شوية دنيا. الراجل دوت أنا مش هعرف أتعامل معاه. ده
عمر أبيض، عمر صادق، عمر ما يمكن يعني من صدقه شيء مذهل. عمر ذو فراسة عجيبة، ذو فراسة غريبة، بل أحيانا تتعجب من فراسته. يوم من الأيام رأى رجلا قال له، شوف القصة الطريفة، قال له ما اسمك؟ قال اسمي جمرة. قال ابن من؟ قال ابن شهاب. تخيل كل نار، جمرة وابن شهاب. قال ممن؟ قال من الحرقة. ايش هذا؟ كل نار. قال ثم من؟ ثم ممن؟ قال من بني ضرام، النار إذا أضرمت. قال أين مسكنك؟ قال الحرة. قال بأيتها؟ قال بذات لظى. كلا يا أهل. قال عمر أدرك أهلك. لمن؟ قال فقد احترقوا. فذهب الرجل فوجد داره قد احترق. إنه من؟ إنه عمر بن الخطاب. إن عمر من صدقه، إنه اقبلوا الرواية كذا، يقول من شجاعته ومن صدقه لما وضع في القبر أجلساه الملكان يسألانه، فقال له جالس من ربكما؟ يقول بدأ عليهم هو فعودوا سكتوا. يقول ما دام بدأوا يقول من ربكما؟ من نبيكما؟ ما دينكما؟ هذا عمر رضي الله عنه. عمر لأنه يعلم أن الجيش قوي وأنهم سوف يعني يواجهون جيشا يعني متعود على القتال وعنده أساليب جديدة في القتال، يعني كان يستعمل الفيلة وكان يستعمل شيء اسمه الدبابة. قال صلى الله عليه وسلم للناس دخلت البارحة الجنة فرأيت قصرا أبيض طويل، قلت لمن هذا القصر؟ ورسول الله صلى الله عليه وسلم قريب. قالوا لعمر بن الخطاب، فأردت أن أدخل فتذكرت غيرتك يا عمر، لأن في موالي فيه حور عين، في نساء جميلات حسنوات. بس احنا لازم نبين حالهم، معلش واحدة من اثنين، إما أن يبينوا حالهم وإما أن نبين حالهم. خليك صريح، أنا قلت في هذا مناخ الحرية اكشف الأوراق وأسقط الأقنعة واترك الناس تختار.